السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده ان شاء الله مع بعض هوريكم ازاي نذبح البط وتذبحيه كمان لوحدك. انا عملته قبل كده معاكم الفيديو بتاع ذبح الفراخ برضو لوحدك. النهارده كده ان شاء الله هنعمل البط مع بعض. اتمنى بقى اللي لسه بيشوف قناتي لاول مره يشترك ويفعل زر الجرس، وما تنسونيش في اللايك وتعليقاتكم الحلوه تحت الفيديو. دي بقى كده البطه اللي هنذبحها سوا كده مع بعض. اول حاجه بس تكون سكينتك حاميه قوي جدا، وما تكونيش خايفه وانت بتذبحي، وتوكلي على الله وتشهدي وانت بتذبحي، وما فيش اي حاجه ومش هتبقى صعبه خالص، وتوكلي على الله كده. تمام. هنذبح بقى البطايه دي كده مع بعض، ونشوف ازاي نذبح البط كده لوحدنا من غير اي خوف خالص. دي بقى كده البطه اللي هنذبحها مع بعض. ماشي، اهم حاجه تكون السكينه بتاعتك حاميه، وتشهدي وانت بتذبحي، وتتوكلي على الله كده، وما تكونيش خايفه من اي حاجه وانت بتذبحي. لو لسه اول مره بتذبحي ما تحطيش جواك انك خايفه وانت بتذبحي، عشان ما تذبحيش غلط ولا حاجه. لا، تتوكلي على الله كده وتسمي الله وتذبحي. تمام. بس اهم حاجه تكون السكينه بتاعتك تكون حاميه جدا. تمام. معايا البطه اهوت، رجليها كده، امسك رجليها كده، احطها تحت رجلي اهو. جناحها اهوت برضو عليه الرجل التانية. تمام. بس اتك عليها كويس جدا عشان البط بيبقى جامد شويه عن الفراخ اهو. تمام. ذبيح البط زي الفراخ زي اي طيور. تمام. وانتي بتذبحي ما تكونيش خايفه، تسمي الله وتذكري الله على الحاجه اللي انت بتذبحيها. ما تكونيش بتذبحي كمان قدام طيور عشان ما يبقاش حرام عليكي، عشان ما تخوفهمش. تمام. السكينه بتاعتك تكون حاميه، وتسمي الله بسم الله الله اكبر، وتذبحي وتشهدي وتذبحي. تمام. انا مش هينفع ان انا اذبح طبعا على القناه كده، فانا هذبحها وابقى ارجع لكم تاني. تمام. بس اهم حاجه نسمي الله ونشهد واحنا بنذبح، وتكون السكينه معاكي تكون حاميه جدا. تمام. خلاص بقى انا ذبحتهم اهوت. طبعا ما كانش ينفع اذبح قدامكم كده على القناه. ذبحتهم اهوت، ما فيش فيهم اي حاجه، يعني مش صعبه بالنسبه لك انك تذبحي بطه، فرخه، وزه، حمامه. طالما السكينه معاكي اهم حاجه تكون حاميه، وانتي تكونيش خايفه من حاجه وانتي بتذبحي. توكلي على الله وسمي واذكري الله، وما تذبحيش كمان قدام طيور تانية. تمام. وتوكلي على الله واذبحي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، وتعملي لي لايك لايك لايك.